مشهد غاب عن أذهاننا منذ أكثر من 64 عاما. عرس فلسطيني يعيد لنا تراثنا القديم وإرثنا الحضاري الجميل. قرية دير استيا شمال سلفيت هي من شهدت على ذلك. ما يميز هذا العرس أنه جرى على أرض الوطن لمواطنين حرمهم الاحتلال من العودة إلى أرضهم، فشردوا وأهلهم إبان نكبة عام 48، فتحقق لهم ذلك من خلال الملتقى الثقافي الخامس. مها وثائر من مخيم اليرموك في سوريا قررا بدء حياتهما الزوجية من وطن لطالما كان بمثابة حلم بعيد. شعور بالفخر والاعتزاز بفلسطينيتي، انه رغم كل اللجوء واني ما شفت فلسطين ولاول مره انه عرسي رح يكون انه فلسطين، فشعور ما ممكن اوصفه، يعني قد ما احكي لك يمكن ما ينوصف، صعب. بس اكيد تحدي لاسرائيل انه انا رغم كل الاحتلال ورغم كل الظروف، رغم اني ما شفت لفلسطين، تحديا انه انا لسه في شيء اسمي انه اسمه فلسطين. الطقوس القديمة للعرس الفلسطيني تجسدت من خلال حمام العريس، وذلك قبل أن يقدم أصدقاء العريس وأحباؤه على زفته بقنبازه وكوفيته الفلسطينية. غير أن هذه الفرحة لم تكتمل، فأهل العريس كما أهل العروس غابوا عن الحدث بسبب لجوئهم القسري هناك حيث مخيمات اللجوء. أنا حاسس حالي بين أهلي وناسي وبأرضي ومبسوط كتير. أشعر بالفخر والاعتزاز حقيقة. حلم يعني ما بين الدمعة والابتسامة. يتحقق هذا الحلم لهذين الشابين القادمين من مخيم اليرموك، حيث تمنى في يوم من الأيام أن يتم زفافهما هنا في فلسطين. إذن هو مشهد يؤكد من خلاله شعبنا في مخيمات اللجوء تصميمه على الحياة فوق أرضه، وأن مساحة الفرح تبقى حاضرة بالرغم من كل منغصات الاحتلال. أقسم الزوجان على عقد قرانهما على أرض الوطن، متحدين 64 عاما من النكبة والغربة في مخيمات الشتات. سارة العذراء، تلفزيون فلسطين من قرية دير استيا. في أريحة تحول قصر هشام بن عبد الملك الأثري